السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة مقروء. اليوم سنتكلم عن رواية عودة الروح لتوفيق الحكيم. ما الذي يريد قوله الحكيم في هذه الرواية الكلاسيكية الحديثة؟ وما علاقة اسم الرواية بالأحداث؟ هذا هو ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة البسيطة عن هذا الكتاب المقروء. مبدئيا الرواية بتقع في 500 صفحة، كتبها توفيق الحكيم وهو شاب، والرواية دي أثنى عليها الكثير من كتاب الغرب، مما فيها من حياة وتصوير لكثير من المعالم الثقافية في مصر. حتى إن الحكيم في هذه الرواية كان صادق في كل ما يرويه من أشياء سلبية في المجتمع المصري وأشياء أيضا إيجابية أخرى، وهذا في اعتقادي ما يميز الكتاب جدا، لأن أنت بتجد أن الكتاب بيصور لك حالات أنت بتلاقيها كل يوم بتشوفها. فهذا هو عظمة الرواية، اللي هي رواية واقعية وفي نفس الوقت مكتوبة بلغة سهلة ولغة جميلة والحوارات بالعامية. الرواية بتتكلم عن عائلة مصرية من الطبقة الوسطى، وهذه العائلة المصرية الكاتب بيطلق عليها اسم الشعب، وهذا عما ظهر فيها من اختلاف الطبقات الاجتماعية، أي أن العائلة تعتبر الشعب أو تعبر عن الشعب المصري. على سبيل المثال تتكون هذه العائلة من الشخصيات التالية. الشخصية الأولى حنفي هو مدرس في مدرسة حكومية، وتطلق عليه العائلة اسم الريس حنفي لكبر سنه، اللي هو يعني رجل العيلة. وعلى فكرة ان الرواية يعني مش بعيد انها تكون فيها رمزية، يعني ممكن تبقى فيها رمزية جدا يعني. وهذا الحنفي اللي هو رئيس العيلة هو دايما تلاقيه في الرواية ما بيعملش حاجة غير ان هو نايم. اهو هذا الحنفي دائما تجده في الرواية بين النوم والصعوبة في إيقاظه. وبيلي حنفي اللي بعد على طول وسليم هو ضابط في الشرطة، ولكنه بيستغل سلطته في العربدة والنسوان ومعاكسة النساء، ودائما بيهتم بشاربه ومظهره الخارجي، وبسبب ضياعه وعدم كفاءته بيفصل من العمل، لكنه يحافظ على شكله كأنه مازال في العمل. ويلي سليم عبده هو مهندس، ولم يظهر كثيرا في الرواية أو لم يكن له دور واضح، ذلك أن العائلة بأكملها تعتبر البطل. ويلي عبده محسن بقى هو من أكتر الشخصيات اللي انت هتحبها في الرواية. محسن هو شخصية صغيرة من عمدة، لكنه متواضع ومتسامح وجميل، وبيعبر أظن عن توفيق الحكيم أو عن جزء من توفيق الحكيم. ومحسن هو الشخصية المحورية في الرواية، وهو طالب. محسن هو ابن عائلة غنية، فأبوه هو عمدة البلد وأمه تركية، وأبوه دائما منساق إلى مرته، وزوجته دايما عاوزة يعني زوجة أبو محسن دايما عاوزة تضعه على مراتب الطبقة الوسطى، وتقول له اعمل كده ومتعملش كده وكل بكذا وما تاكلش بكذا والبتاع ده، فهي دائما متسلطة عليه يعني. ولكن بنلاحظ ان عائلة محسن بتتمرغ في الكبر والقسوة على الفلاحين، والحق ان امه هي القاسية، يعني امه هي قاسية لكن ابوه ما كانش قاسي اوي يعني. وكمان يعني بترى هي زوجة ابوه بترى ان الفلاحين كائنات غير بشرية، رغم ان الفلاحين دول يعني هم هم كل حاجة، هم سبب ثروتها يعني. وهي بتراهم كائنات همجية، وده بيعبر عن مدى تكبرها وعدم تواضعها وكمان عنصريتها، رغم ان الفلاحين هم من يزرعون كل شيء وهم من يفعلون كل شيء. ولكن محسن بيخرج نبتة تانية أخرى،
فهو متواضع ومتسامح وطيب القلب ونزيه الطلعة. وبيلي محسن ذنوبة، وهذه المرأة قصة أخرى، فهي عانس لم تتزوج ووجهها قبيح، كذلك حنفي، ولكنها طيبة القلب جدا، وترى نفسها دائما جميلة جدا، وترمي عدم زواجها حتى الآن إلى السحر، فتبدأ بتعلق الحجب على عنقها وتعتقد في ذلك. ثم الشخصية التي تظهر في الرواية هي ملكة الجمال ثنية، وثنية هي فتاة غنية جميلة جدا، يعني كالبياض الصافي، وهذه الثنية يحبها كل أفراد العائلة من محسن وعبده وسليم، وهؤلاء الثلاثة كل واحد يحبها بحب مختلف، والثلاثة يتوهمون أنها تبادلهم نفس الحب. فمحسن يحبها الحب المثالي الأفلاطوني الرومانسي، وسليم بيحبها الحب الشهواني جدا وبيقعد يتغزل في جسمه والبتاع ده. وعبده لم يظهر بالتحديد كيف يحبها، ولكنه يحبها جدا ويلتمس الأعذار كي يذهب إليها. وفي الأخير تتزوج رجل آخر، فيقع الثلاثة في حزن عميق وخيبة أمل، وينقلب الحب إلى بغض بين الذنوبة وثنية، ذلك أن الرجل الذي تزوجته ثنية كان مصطفى بك، وذنوبة كانت بتحب مصطفى بك جدا يعني. الرواية كتبت بالعامية زي ما أنا قلت في البداية، والحوار فصحى الوصف، يعني الرواية كتبت عامية الحوار فصحى الوصف، مما طبع عليها الطابع الواقعي أكثر، كما بين الحكيم مساوئ هذه العائلة كما بين إيجابياتها. وتتناول الرواية فلسفة الحب والانسجام بين الإنسان والطبيعة الخلابة، وفلسفة الرواية والمغزى والسر. يعني سر الرواية دي، أو على حسب فهمي للسر اللي بدأ ليه بعد ما خلصت الرواية وأنا كاتبه باللغة العربية الفصحى فهقوله، بيشير الحكيم في الظلال على سر قوة الشعب المصري، ذلك الشعب الذي صنع أجداده أحد عجائب السبع، وكيف هو يرضى بالذل والهوان والاستبداد، وكيف تنفجر تلك القوة المعجزة. قال الحكيم على لسان الرجل الفرنسي في الرواية، وهو شخصية من شخصيات الرواية العرضية، بيقول فيها فيما معنى إن قوة هذا الشعب كامنة فيه، ولكنه مع الأسف لا يعرف ذلك أبدا، وأن هذا الشعب يعرف الكثير ولكنه مع ذلك لا يعرف أنه يعرف. ويقصد هنا بالمعرفة الروحية الشعورية، ويقول أن الغرب معرفته منطقية حسابية، أما هذا الشعب فمعرفته روحية وشعورية كمان، وأنه بيعرف الكثير دون أن يعلم ذلك. ولكن لكي تنفجر هذه الروح من الشعب يجب أن يتوفر شيء واحد، وهذا الشيء إن توفر صنع العجائب، وهذا الشيء هو العقيدة أو الإيمان أو المعبود بصفة عامة. فإذا توفر هذا الشيء صنعوا الهرم الأكبر وجاءوا بأعاجب الأعاجيب. وتنتهي الرواية بمشهد جميل جدا لما هم كلهم بيتعبوا، وفي الآخر بينزلوا كلهم الشارع علشان يعرفوا ان سعد زغلول اهو رجع مصر، فبيؤمن الشعب المصري بيه تاني، وبتتجدد الروح فيها، وتعود الروح مرة أخرى إلى الشعب، وينزل محسن إلى الشارع وكذلك أعمامه، وكما كانوا دائما يعيشوا في بيت ضيق فعاشوا مع بعض وثاروا مع بعض ورجعت روحهم مع بعض، وأحبوا مع بعض وبغضوا مع بعض، ومرضوا مع بعض وتمردوا مع بعض. تلك هي العائلة التي بدأت الرواية بهم وانتهت إليهم. وشكرا. في الرواية دي أنا عاوز أتكلم عن حاجة، مشهد من الرواية. احنا قلنا ان محسن يعتبر من اكتر الشخصيات تواضعية ومن اكتر الشخصيات تسامح، وفي الرواية بتنقسم لشقين. الجزء الاول هو قاعد مع اعمامه اللي هو محسن وذنوبة وحنفي وسليم والشلة دي، لكن في الجزء التاني بيسيب عيلته وبيضطر ان هو يروح لبيته اللي هو في الفلاحين اللي هو يبقى ابوه العمدة، ولكنه بيلاحظ ان هو مش مرتاح هناك. ليه مش مرتاح؟ هقول دلوقتي. مش مرتاح لسبب بسيط جدا، ان هو مختلف عنه، ان هو متواضع
ورومانسي وأديب وبيحب الأدب، لكن بيفاجأ إن أمه عنصرية، وبيفاجأ إن أبوه منصاع لأمه، وبيروح هناك بيشوف الفلاحين وهو بيبقى محبوب ما بينهم، فبيتضايق من الجو ده وبيتضايق من المعاملة دي يعني. ففي يوم من الأيام وهو نازل بيعدي كده على ممكن نقول مثلا الخرابة اللي فيها العجل، أو مثلا الزريبة اللي فيها العجل والعجول والحيوانات، فبيعرف إن الفلاحين بيناموا جوه في الزريبة دي مع العجل وكده، مع العجول والكلام ده. فبيدخل جوه، وهو بيدخل بيبص على اليمين بيلاقي طفل عريان بيرضع من من صدر الجاموسة. طفل عريان بيرضع من صدر الجاموسة، وجنبه عجل صغير اللي هو بيبي زيه بيرضع برضه من نفس الصدر، والاتنين الإنسان والحيوان بيرضعوا من أم واحدة اللي هي العجل، والاتنين واقفين في سلام ومفيش حد بيضايق حد. فمحسن لما شاف الصورة الجميلة دي جاله شعور بأن الإنسان والطبيعة بيتناغموا مع بعض، وإن هما الاتنين ماشيين في حيز واحد، ولكن الإنسان هو اللي بيسيب وهو اللي بيفصل نفسه عن الشيء ده، وما بيسيبش نفسه للانسجام الجميل ده، الانسجام الجميل والرائع والراقي، وان هو بيجعل نفسه عنصري وبيجعل نفسه كذا وبيجعل نفسه كذا. ودي كانت من المشاهد الجميلة جدا اللي انا قريتها في الرواية، واعتذر اذا كنت معبرتش عنها بالملكات اللازمة وبالكلام، بس ارجو ان انا اكون سبب في الهام واحد منكم ان هو يقرأ الرواية دي. بالمناسبة الرواية دي جزئين، الجزء 250 صفحة، هتحسوا ان الرواية مملة، بس كل شيء بالصبر يهون وبالنظام يهون ان شاء الله. وشكرا، واتمنى ان انتوا تبقوا بخير وفي سعادة دايما يا رب. مع السلامة.